الفيديو ده في روتين حياة شخص عنده مقاومة انسولين. ياما جمع معلومات كتيرة قوي واتبع أنظمة غذائية أكتر لحد ما وصل للنظام الأمثل اللي يخليه يخس من غير ما يحرم نفسه من أي حاجة. ده غير إن نفسيته اتظبطت عشان أسلوب الحياة والحاجات اللي هكلمكم عنها دي بترفع هرمون السعادة وتخليه في كامل نشاطه ولياقته. الشخص ده بقاله فترة مكسل يعمل معظم الحاجات اللي في الفيديو، فتخن وزعل وقرر يكسف نفسه قدامكم، فهيدلكوا على الخير عشان يمكن تقولوا له ولك مثله وزيادة. يلا بينا. هذا الشخص كان بينام بدري قوي ويصحى مع شروق الشمس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصانا، ويمارس عادة إيجابية جدا اسمها الصيام المتقطع، فكان بيصوم من 12 ل 16 ساعة في اليوم، وده كان بيحسن مزاجه ونفسيته ويعلو عنده الحرق وينظم معدل السكر في الدم. فخلال فترة الصيام دي كان مسموح له بشوية مشروبات، أهم حاجة تكون من غير سكر ولا حليب، فكان بيستغل فترة الصيام دي في شرب مشروبات سخنة لذيذة ومفيدة في نفس الوقت. كان بيمشي نص ساعة على الأقل كل يوم، ودي حاجة مهمة جدا لنفسيته والجسم. أول وجبة كان بياخدها بعد الصيام المتقطع كانت بتكون بروتين وخضار وبس، لأنه أدرك إن خلط الكربوهيدرات بالبروتين للناس اللي في حالته مش هيخسسهم أبداً. فلغى مبدأ التغميس من حياته وابتدى يستبدل العيش بالخضار سواء فريش أو مشوي. ولما بقى كانت نفسه تهفه على التغميس كان بيستبدل دقيق القمح اللي عرف إنه من السموم البيضة بأنواع دقيق تانية خالص تشبع رغبته في التغميس بس من غير ضرر، زي خبز العدس الصحي المشبع الغني بالبروتين والألياف اللي كان بيعمله في ثواني في الخلاط وفي وقت أقل من الوقت اللي ممكن يقلي فيه بيض. ده كان أوقات كمان يعامله معاملة الكريب أو البيتزا لما نفسه تروح للحاجات دي. وعلى فكرة بقى أنا بعمل عيش العدس بإضافات تخليه يتاكل حاف ومحدش هيشك اللحظة إنه عدس. فكروني أعمل لكم حلقة عن بدايل العيش لو شجعتوني. الشخص ده استبدل كمان دقيق القمح بدقيق الحمص ودقيق الشعير اللي مذكور في السنة النبوية، وغير إنه صحي بيحسن النفسية لدرجة إن سموا مشروب التلبينة مشروب السعادة. اقروا عن التلبينة وقد ايه ليها فوائد من الناحية الجسمانية والنفسية وانتوا هتتأكدوا من صحة كلامي. لما كانت نفسه تهفه بقى على حاجة حلوة كان بيستبدل الدقيق العادي بدقيق اللوز أو دقيق جوز الهند، وغالبا ما بيكون دقيق جوز الهند بما ان دقيق اللوز أسعاره بقت فلكية وغير منطقية دلوقتي. فكان عطاسة كده وفي ثواني يعمل كريب صحي طعمه أشبه بالشكلمة وغيره بقى من الحلويات اللي من غير أي نشويات، فيستمتع ويحس بالشبع لفترات طويلة جدا من غير ما مستوى السكر يعلى عنده في الدم ويدخل في حلقة من الجوع اللانهائي اللي كان المتسبب الأول فيها هو دخول النشويات. وبرضه لو شجعتوا الشخص ده هيعمل لكم حلقات كتير قوي عن البدائل الصحية للحلويات. الشخص ده أدرك إن الشوفان كربوهيدرات زيه زي القمح بالظبط، الفرق بس إنه غني بالألياف فبيدي إحساس أطول بالشبع. فلما كان بيضطر يدخله في نظامه الغذائي كان بياخد قبله بنص ساعة كوباية مية كبيرة عليها عصير ليمون أو خل تفاح عضوي غير مفلتر اللي هو مليان شوائب ده وشكله كده مش مريح ومش عاطفي بس فيه الفايدة كلها. وكان دايما ياخد خل التفاح حتى لو مخفف بشاليمو عشان عارف قد ايه هو ممكن يعمل ضرر في الأسنان. أدرك كمان إن ترتيب دخول الوجبات لجسمه مهم قوي، فكان دايما يبتدي أكله بسلطة وبعدين بروتين وفي الآخر خالص يختم بالكربوهيدرات المعقدة اللي يستحسن إنه يلغيها من الأساس. عارف كمان إن البيض بكافة أشكاله بيدي إحساس رهيب بالشبع، فكان دايما يبدأ بيوم، وإن دقيق القمح مهما كانت كميته صغيرة بيدخل في دايرة مقفولة من الجوع. الشخص ده قطع السكر بكافة أشكاله واستبدله بمشروبات صحية لحد ما طعم المشروبات بقى سخيف جدا لو فكر يضيف لها سكر. أدرك كمان التأثير السحري للبذور وقد إيه فوائدهم عظيمة للجسم، فبقى يدخل بذور الشيا في نظامه سواء مع المية أو مع الزبادي. عارف إن بذور الكتان والسمسم أهميتهم مش مقتصرة بس على التخسيس، وده لأن ليهم علاقة مباشرة بتظبيط الهرمونات، فدخلهم في يومه من خلال بدائل العيش اللي كان بيعملها. أدرك كمان إن اللي عنده مقاومة إنسولين لازم ياخد وجبة كاملة ويقفل بقه بعدها، لأن النظام الصحي لمقاومة الإنسولين ممنوع فيه سناكس بين الوجبات. وفي النهاية خالص عايزة أقول لكم تعالوا نشجع بعض على الخير ونغير ثقافة أكلنا عشان ما نشيلش حمل زيادة ولا نعيش في جسم غير جسمنا ويبان علينا كمان سن أكبر من سننا.
أنا قررت إن أدلكوا على المفاتيح السحرية دي عشان أشجع نفسي وأشجعكوا نعملها، ولو لقيت منكم تشجيع هعمل لكم حلقات كتيرة قوي للأكل الصحي والبدائل. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم شجعتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم في الكومنتات عشان لما أعمل سلسلة الوصفات الصحية يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.